اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن نوع مهم جدا من انواع التستنج. الحلقه دي او الفيديو ده هو الفيديو السادس من سلسله اساسيات التستنج. النهارده هنتعرف عن حاجه مهمه جدا، مفيش مشروع كبير او صغير يستغنى عنها. هي ايه؟ الريجريشن تيستنج. هنعرف مع بعض ايه هو الريجريشن تيستنج وامتى بنستخدمه واهميته الكبيره في ضمان استقرار اي سوفت وير. الجزء الاول كالعاده، يعني ايه ريجريشن تيستنج؟ ريجريشن تيستنج هو نوع من التستنج بنعمله لما بيحصل تعديل في البرنامج، سواء كان التعديل ده على مستوى إصلاح البج زي ما شرحناها في الفيديو اللي فات، أو إضافة ميزة جديدة، أو أي تشينج يعني يحصل، سواء كان على مستوى الكود أو لأي سبب تاني. طيب، إيه الغرض من الريجريشن؟ الغرض منه إننا نتأكد إن التعديلات الجديدة ما أثرتش سلبا على الأجزاء اللي كانت شغالة اوريدي. يعني انا عملت اي تشينج، فانا عايز اتاكد ان التشينج ده ما عملش ريفلكت بشكل سيء على بقيه اجزاء السوفت وير. طيب، ايه الجزء التاني المهم من الريجريشن تيستنج؟ الريجريشن تيستنج هو حاجه مهمه في كل مره بنعمل تعديل في البرنامج. ليه؟ لان في كل مره عملت فيها تعديل احتمال ان يحصل تاثير غير متوقع على اي جزء من اجزاء الكود، فبيضمن ان البرنامج كله شغال كويس وبدون مشاكل، مش بس الجزء اللي اتعمل له تعديل ده. مثال: لو انا مثلا بعمل لوجن برضو في اي ابلكيشن او اي ويب سايت، فلازم اتاكد ان تسجيل الدخول ده القديم لسه شغال زي ما هو، مش بس الموديفاي او الابديت اللي انا عملته فيه. طيب، احنا ازاي بنعمل الريجريشن تيستنج؟ الريجريشن تيستنج احنا بنعمله من خلال حاجة من اتنين، يا اما نعمله مانوالي يا اما نعمله اوتوميشن. طيب، الطريقة المانيوال، التستر بيعيد التست او بيعيد اختبار الوظائف او الفانكشنز الموجودة اللي ممكن تتأثر بالتعديلات بشكل مانيوالي، وده مفيد في المشاريع الصغيرة، لكنه بياخد وقت كتير لو البرنامج كبير مثلا. الاوتو بقى او الاوتوميشن، في الحالة دي بنستخدم ادوات زي سيلينيوم، فنقدر نكتب سكريبتات تعمل التستات بشكل اوتوماتيك، وده بيكون اسرع وادق وبيوفر وقت كبير في المشاريع. طيب، هل في ادوات معينة للاوتوميشن تيستنج؟ في بعض الادوات اللي انا هقولها لك، زي مثلا سيلينيوم، وزي جينكنز، وزي تيستن جي، وزي كاتلون. كل أداة أو كل تول من دول ليها ميزة. يعني مثلا سيلينيوم مفتوح المصدر وسهل الاستخدام. جينكنز بيبقى سهل انك تعمل بيه تشغيل اوتوماتيك بعد كل تعديل. برضو التستنج جي بيبقى سهل اكتر في المانجمنت وفي ادارة التستس بسهولة. الكاتلون ستوديو ده عبارة عن تول هي شاملة وسهلة للناس اللي لسه بتبدأ. فده شوية نماذج على التولز اللي احنا ممكن نستخدمها نعمل بيها regression testing by automation. الريجريشن تيستنج هو يعتبر الدرع الواقي زي ما بيقولوا لأي برنامج من الأخطاء اللي ممكن تظهر بسبب التعديل أو التغيير الجديد أو أي أبديت يحصل. المهم تختار الطريقة والأدوات المناسبة حسب طبيعة مشروعك. طبعا كالعادة، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تكتب كومنت، عندك أسئلة برضو سيبها، وما تنساش برضو تدوس على سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو الجاي. ثانك يو انك وصلت معايا لحد هنا. سلام.